احنا لسه في العطارين وعند الباشمهندس عاصم، يعني قالوا لي ده ما شاء الله يعني من الناس الجميله اللي موجوده في العطارين. ازاي حضرتك الاول؟ الحمد لله والله، ربنا يبارك في عمرك. والله تمام والله. اسكندريه منوره باهلها. منوره بيكم والله، ربنا يبارك فيك. قول لي بقى حكايتك الاول مع ايوه قول لي. بص بقى دي احنا بنشتغل في اي حاجات اللي هي القديمه بقى، الشغل الخمسينات اللي انت بتشوفه في المسلسلات في الايام الحلوه، الحاجات الجميله، رضاوي، تليفونات. الله. خدت بالك انت؟ الموبيليا، الشغل القديم كل ده شغال، يعني عندي الرضاوي دي كلها الراجل ده فيليبس ده قديم كله ده فيليبس اللي هو القديم. وعندي ده كام سنه ده؟ لا ده عمر خمسينات، ده خمسينات ده لمط، كل ده لمط ما شاء الله. والتليفونات اللي هي القديمه، وعندي برضو حاجات جوه برضو قديمه. وريني. يعني بص حضرتك كل ده رضاوي قديمه. انت بتعرف الحاجه القديمه من الجديده طبعا. طبعا او من الانتيكه الانتيك كل ده شغل ده. بص ده النسر برضو، ده خشب، بص شغل يدوي. الله قديم. الله. خدت بقى حضرتك؟ بص التفاصيل بتاعته. كومو مصر قديم، دول 2 شمعدان برضو قدام بيتحطوا فين برضو بالقربان. دول فخار؟ دول بورسلان بالمينا. بورسلان بالمينا. بص حضرتك برضو عندي برضو فوانيس قديمه، ده تكابانو تونت، شغل التونت بتاع زمان اللي هو القديم ده. ما شاء الله يا عم عاصم. خدت بال حضرتك؟ تعالى بقى بص كده بيه، تعالى اتفضل. وريني. ايوه دي ساعه برضو كوري. الله عليك، الله عليك على الساعه الجميله دي. بص شكل الساعه عامل ازاي. بص بقى عندي بقى هنا الفرش ده بقى كله بقى شغل بقى ايه القديم بقى. بص هنا التليفونات والرضاوي. خدت بال حضرتك؟ يا بص التليفونات بتاع بورس بتاع زمان. يا سلام، ده ممكن يشتغل عادي؟ ده شغال، كل ده شغال. كل ده شغال. حلو. كل ده شغال. المكاوي القديمه، حاجات بقى بص ايه ده المكوه دي؟ دي المكوه دي كانت تقيله. يا نهار ابيض. دي المكوه القديمه كان بيكوا بيها زمان والحاجات دي. ما شاء الله. رضاوي. بص دي فوانيس بتاعت حناطير برضو القديمه. فانوس الحنطور؟ حنطور ده بسم الله. وايه النجفه الجامده دي؟ دي اباجوره. بتحط فيها ورد. وطقم الحلل وده طقم ده حلل، ده الماني. ده الماني ما شاء الله. ده طقم حلل الماني. عندي الساعات حيطه اللي هي الانجليزي دي. الساعه ببندول دي. برقاص. عندي هنا في تليفونات برضو وفي رضاوي برضو. انت الحاجات دي بتجيبها منين؟ كل ده حاجات دي من البيوت القديمه بقى، مزادات الكلام ده. بتنزل مزادات وبتجيبها؟ بشتري، بس بقى اغلبيه شغلي باخده من بيوت قديمه. بصوا ده التليفون ده قديم قوي. ده شالي، ده القديم ده. قوي. ده شالي، ده حاجات برضو من اللي هي النادره يعني. دي حاجات اللي هي النادره. ما شاء الله عليك. والنجف برضو عندك؟ نجف برضو قديم برضو. طبلات، آلات موسيقيه. يعني اللي هو البند ده هون انت حتى الطرابيش عندك. والطرابيش برضو. بس الطربوش ما شاء الله عليك. فانا بند كله بند الشغل اللي هو الايه القديم، شغل الخمسينات بتاعت الناس بتاعت زمان بقى، الحاجات اللي يعني ايه الحاجات الحلوه بقى تحفه ما شاء الله. تعيش معاها يعني. انت بقى قول لي يعني ازاي بقى، يعني انا افرق بين الانتيكه ومش انتيكه ازاي؟ ما هو بص بقى مش هعرف. ما حدش يعني. بص اللي غاوي فهمان وعارف هو اللي هيفهم، لان هي عمليه ذوق وعمليه روح. ذوق في الحاجه وروح. حتى الحاجه انت بتحبها التفاصيل بتاعتها بتبين القديم من الجديد. ان شاء الله. يعني هي التفاصيل بتبين ده قديم ده جديد. بص خدت بالك، وحاجه انت حاببها. ده بوفيه برضو، بوفيه حاجه حلوه برضو، ده قديم برضو. ده جلد ده. ده شغل جلد. ده جلد ده كل ده برضو حاجه قديمه. ايه يا عم عاصم الجمال ده خشب قارو برضو، حاجه حلوه قوي يعني. والله جميل يا عم عاصم. حاجه حلوه يعني، خشب ما شاء الله يعني. عليك. لا عاجبني الرضاوي قوي. وده ايه ده؟ ميكروفون؟ ده مكنه غنى دي. حبيبي عامل ايه؟ حبيبي ده نور. حوده ده عم حوده عسل. ما شاء الله. دي مكنه غنى انجليزي دي. غنى انجليزي. تحط عليها الاسطوانات. حط عليها اسطوانات شغاله. عندي برفانات اللي هي الشغل الشنواء برضو. انت عندك التحف كلها. بص التمثال ده جامد قوي. انت جميل يا عم عاصم. العمليه عامه يعني هي الشغله دي كلها ذوق وحب. يعني انت حاجه انت حاببها وفيها ذوق، فيها التفاصيل بتاعتها وبتاع والحاجات دي. هي بتحدد لك الحاجه دي حلوه ولا وحشه. انت بالنظر، حتى لو انت مثلا ما عندكش فكره عنها، انت بتبص الحاجه قدام منك بتعرف اذا كان دي قديمه ولا لا من تفاصيلها. حلو. لان الروح بتاعتها، الروح القديمه غير الروح الشغل، غير الشغل الجديد خالص. كف تفاصيل وكف شغل وكل حاجه. قول لي احنا عنواننا فين بقى ورقم التليفون؟ هنا 30 الليث العطارين.
ورقم التليفون 012 22 78 22 51. اجدع عم عاصم في الدنيا حبيبي يا باشا. وتحياتي حبيبي. لكل اهل اسكندريه حبيبي. والله. انا عشان كده بحب اسكندريه والله، عشان اهلها الطيبين دول. حبيبي والله. الناس شرفنا المحترمه بحضرتك والله العظيم بجد. والله شرفنا بحضرتك والله. العطارين دي من اقدم الاماكن اللي موجوده في اسكندريه. بص العطارين تاريخ. العطارين تاريخ. ايام هنا العطارين دي كانت كلها خواجات جريج والمان وناس، وكلها كانت بتحب بعض وبتخاف على بعض. ان شاء الله عليك. التاريخ كله هنا في العطارين هنا. حبيبي العطارين معروفه على مستوى العالم يعني. تحيه لاهل اسكندريه كلهم والله. احنا اتشرف حبيبي يا عم عاصم، والله اتشرف اتمنى بيك الفيديو عجبكم يا رب. انا نفسي اخش كل محل في اسكندريه والله. احنا اتشرفنا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. شرفتنا والله فوق دماغنا والله. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، وده على بالخير. سلام.